هذه إذاعة إرنا. المستمعات الكريمات والمستمعين الكرام من متابعي إذاعة إرنا الدولية حيثما كنتم وحيث ما يصلكم بثنا، أهلا ومرحبا بكم في مستهل البرنامج العربي لهذا اليوم الأربعاء الأول من فبراير. كما عودناكم مستمعات الكريمات ومستمعين الكرام، نقدم لكم دوما نشرة للأخبار، ثم وضمن برنامج متابعات الأسبوعي والذي يخصصه الزميل أحمد شريف للذكرى الثالثة لرحيل الأستاذ الصحفي والشاعر إدريس عوض الكريم، يقدم مقالا للأستاذ عمر جعفر السوري. وقبل ذلك مستمعات الكريمات مستمعي الكرام، أقدم لكم نشرة للأخبار فيما يلي أبرز عناوينها. وزير الخارجية الروسي يبحث في إريتريا ديناميكية الحرب الأوكرانية. أولياء أمور الجنود الصوماليين العائدين من إريتريا يلتقون برئيس بلادهم وانطلاق منتدى مومباسا للتعاون الأمني لدول الإيجاد. كانت مستمعات الكريمات مستمعي الكرام تلكم عناوين النشرة، وإليكم تفاصيلها من إذاعة إرنا الدولية من باريس. إذاعة إرنا، صوت مستقل لإريتريا. في الزيارة غير المعلنة لوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى إريتريا يوم الخميس الماضي، قال وزير الإعلام يماني غبريمسقل في تغريدة له على تويتر أن المباحثات بينه وبين الرئيس، أي بين الوزير الروسي والرئيس دولة إريتريا، ركزت على دينامية الحرب في أوكرانيا وتعزيز العلاقات الثنائية في قطاعات الطاقة والتعدين وتكنولوجيا المعلومات والتعليم والصحة. وكانت إريتريا واحدة من 5 دول صوتت برفض قرار الأمم المتحدة في مارس 2022 الذي يدين الغزو الروسي لأوكرانيا. التقى يوم الجمعة الماضي في القصر الرئاسي في مقديشو أولياء أمور الجنود الصوماليين العائدين من إريتريا بالرئيس حسن شيخ محمود. وأفادت الأنباء أن اللقاء تناول أوضاع الجنود الصوماليين بعد العودة من إريتريا بعد قضاء فترة من التدريب وتدخل الرئيس لإعادتهم إلى البلاد. وقال الرئيس شيخ محمود بأن الجنود سيتم توزيعهم فورا في الوحدات العسكرية للجيش الصومالي، وأن الذين انتهت مدة خدمتهم سيحالون إلى المعاش حسب القوانين. وكان رئيس هيئة الأركان للجيش الصومالي قد صرح بأن هؤلاء الجنود سيكون لهم دورا كبيرا في الحرب ضد حركة الشباب المجاهدين. انطلق في مدينة مومباسا الكينية صباح الاثنين المنتدى الإقليمي المشترك لقيادات الشرطة لدول الإيجاد لبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق الإقليمي بين جهات إنفاذ القانون، بحضور لجنة السفراء التابعة للإيجاد بمشاركة ممثلي دول الإيجاد وقطاع العدالة الجنائية ومفوضي الشرطة. وافتتح المنتدى السكرتير التنفيذي للإيجاد دكتور وركيني جابيو، وأكد السكرتير التنفيذي خلال مخاطبته الجلسة الافتتاحية على أهمية التعاون والتنسيق الإقليمي لمجابهة المهددات الأمنية العابرة للحدود بدول الإقليم. الجدير بالذكر بأن إريتريا لا تشارك كالعادة ضمن هذه الفعالية كعادتها في عدم حضور أعمال الدورية لمنظمة الإيجاد على مستوى القمة والوزراء. بهذا الخبر من مومباسا مستمعات الكريمات والمستمعين الكرام، نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية نشرتنا الإخبارية، وهذا التذكير بأبرز عناوينها. هذه إذاعة إرنا. وزير الخارجية الروسي يبحث في إريتريا ديناميكية الحرب الأوكرانية. أولياء أمور الجنود الصوماليين العائدين من إريتريا يلتقون برئيس بلادهم، وانطلاق منتدى مومباسا للتعاون الأمني لشرطة دول الإيجاد. استمعتم فيما مضى من وقت مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام إلى نشرة للأخبار قدمتها لكم من إذاعة أرنا. متابعة طيبة أرجوها لكم مع ما تبقى من فقرات برنامجنا. إذاعة إرنا، صوت مستقل لإريتريا. بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعون الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم تحية طيبة مباركة في حلقة جديدة في برنامج متابعات. في هذه الحلقة آنساتي سيداتي سادتي
ووفاء وعرفانا بدور الزميل العزيز الصحفي المناضل الكاتب الشاعر إدريس عوض الكريم رحمه الله، نقدم لكم هذا المقال الذي كتبه الأستاذ عمر جعفر الثوري، وقد جاء تحت عنوان عفو الخاطر. إدريس عوض الكريم يفرغ حبر ذواته ويرحل، وقد رحل مأسوفا عليه قبل 3 أعوام في مثل هذا الشهر. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات. راديو إيرنا. يقول الأستاذ عمر جعفر الثوري: سرت الهموم فبتنا غير نيام، وأخو الهموم يروم كل مرام، ذم المنازل بعد منزلة اللوى، والعيش بعد أولئك الأقوام. جرير. بعد عشية أكتوبر 21 1964 وسريان خبر استشهاد أحمد القرشي سيريان النار في الهشيم، امتلأت شوارع العاصمة المثلثة والمدن السودانية بمظاهرات حاشدة تطالب بسقوط حكم الجنرال إبراهيم عبود وزمرته. لم تكن الثورة خبط عشواء استنفرها القمع العنيف لندوة سلمية ومظاهرة مسالمة لطلاب جامعة الخرطوم وبعض أعضاء هيئة التدريس فيها، بل كانت نتاج تراكم نضال دؤوب قام به طيف واسع من السودانيين وقواهم الطليعة الباسلة من جبهة ديمقراطية فيها تمثيل للرجال ونساء السودان المستنيرين والمستنيرات والغالبية الصامتة. أخذت الجبهة الديمقراطية في معهد المعلمين العالي كلية التربية حاليا، وجارته المدرسة الأهلية الثانوية قصب السبق في مظاهرات درمان، فخرجت جموعهم متراصة ومتزامنة لتجوب شوارع العاصمة الوطنية تدعو الناس إلى الخروج على سلطة القمع والاستبداد. كانت نواة تنسيق تحرك المؤسستين التعليميتين المتجاورتين هي جماعة الجبهة الديمقراطية في معهد المعلمين العالي، وعلى رأسها طالب يدرس في قسم اللغة الإنجليزية جاء من الدويم ليقول إن الحسانية في قلب المعركة. اسمه إدريس عوض الكريم، ينظم الشعر وينشره بتوقيع جرير في جريدة الحائط التي كانت تعلق على جدران نادي المعهد البازخ. وفي الجهة المقابلة نشط للتنسيق معهم أعضاء في الجبهة الديمقراطية بالمدرسة الأهلية الثانوية، على رأسهم طالب من خارج العاصمة يسكن داخليات المدرسة اسمه عبد العزيز خالد، وصل إلى رتبة العميد في القوات المسلحة السودانية. وفيصل راشد والشاعر المرهف مأمون زروق. كانت اجتماعات خلية رابطة الطلاب الشيوعيين والجبهة الديمقراطية تجري في غرفة عبد العزيز خالد بالداخلية بعد تناول وجبة الغداء. ازدادت ضراوة المظاهرات واشتد أوارها بعد استشهاد الطالب حران، وفور انفضاض وقفة التأبين التي شارك فيها طلاب المؤسستين التعليميتين وخاطبها مدير المعهد محمد التوم التجاني. كان إدريس عوض الكريم لولب الحراك في ذلك الجزء من العاصمة المثلثة، ثم كان لولب حراك آخر بعد انتصار ثورة أكتوبر وانتكاساتها، إذ كان أحد قطبي الرحى في تنسيق الحراك الديمقراطي لطلاب جامعة القاهرة فرع الخرطوم حينما التحق بكلية الحقوق فيها بعد تخرجه وعمله معلما في المدارس الثانوية مع الخاتم عدلان القطب الآخر في جامعة الخرطوم. لم يكتفي إدريس عوض الكريم بذلك، بل كان فاعلا في نقابة المعلمين السودانيين وفي أجهزتها المختلفة. فحينما استولت حركة 19 يوليو تموز 1971 على السلطة،
ثم أجهضت بعد 3 أيام، وعودة نميري إلى الحكم مع حقد أعمى وشهوة للانتقام لا تشبعها إلا جثث الأبرياء الذين قضوا بدون محاكمة تتوفر فيها أدنى أركان العدالة، أو الجثث المتدلية من أعواد وحبال المشانق. كان إدريس وزميله في نقابة المعلمين علم الدين حمد النيل يمثلان النقابة في اجتماع لاتحاد المعلمين العرب خارج السودان، فبقيا في بغداد بعد أن تناهى إليهما بأن الزبانية تبحث عنهما كالكلاب المسعورة التي أفلتت خلف طرائدها. لم يستقر إدريس ورفيقه طويلا في العراق، إذ شعر البعثيون العراقيون بالضيق من نشاطهما الظاهر وارتباطهما بالحزب الشيوعي العراقي الذي كان حزبا رسميا ومرخصا، ذرا للرماد في العيون والحقيقة تجافي هذا المظهر الكاذب. التقيت بهما في بغداد مرارا أثناء وجودهما هناك، وعرفت معاناتهما، فنصحتهما بالمغادرة إلى بلد آخر، إذ إن الأجهزة العراقية السرية قد تعمد إلى ارتكاب ما لا تحمد عقباه، ولها تاريخ طويل في التصفية الجسدية والإخفاء القسري وهندسة موت الصدفة والوفاة المفاجئة. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. لا نزال أنساتي سيداتي سادتي نقرأ عليكم مقالة كتبها الأستاذ عمر جعفر الثوري في تأبين شاعرنا وأستاذنا الصحفي الإعلامي المناضل إدريس عوض الكريم رحمة الله عليه. يقول الأستاذ عمر الثوري: غادر الاثنان بغداد إلى بيروت محطة عابرة إلى أن يختار ملجأ آخر. بعد فترة قصيرة افترق الرفيقان، فجاء إدريس عوض الكريم إلى دمشق، وأخذ ينشط وسط قوى اليسار والمقاومة الفلسطينية اليسارية، ووسط أعضاء الجبهة الديمقراطية من الطلاب السودانيين الدارسين في سوريا. هنا بدأ الطلاب البعثيون السودانيون في الكيد له لدى الأعضاء الصغار في مكتب الطلاب القومي التابع للقيادة القومية للحزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم في سوريا. لم يتوانى هؤلاء الصغار من تحريض الأجهزة الأمنية السورية التي بادرت إلى اعتقاله وإبعاده برا إلى الحدود السورية العراقية. فطن الطلاب الديمقراطيون السودانيون إلى ما حدث لإدريس، فبدأوا بإجراء اتصالات بمن يستطيعون الوصول إليه إنقاذه من مصير مجهول أقله الموت ظمأ وجوعا في رمال الحدود البائسة. هنا اتصلت جبهة التحرير الإريترية التي ربطتها به صلات طيبة بقيادة حزب البعث، التي نفت علمها بصدور أي قرار منها بإبعاده عن البلاد، وعزت ذلك إلى عناصر غير منضبطة، ثم بادرت إلى إصدار أمر عاجل بإعادته إلى دمشق على وجه السرعة. لم تكن القيادة السورية قادرة على تحمل استغلال القيادة العراقية المنافسة لها لإبعاد مناضل سوداني إليها سياسيا وإعلاميا وحزبيا، فرأت استعادته من الحدود. استقر إدريس في دمشق ردحا من الزمن كان يتردد خلالها على بيروت وقواعد المقاومة الفلسطينية في لبنان، ثم قرر الانتقال إلى العاصمة اللبنانية ومزاولة نشاطه من هناك بتشجيع من المجموعة القيادية في جبهة التحرير الإريترية التي كونت خلية صغيرة أطلقت عليها حزب العمل الإريتري ذي التوجه الماركسي ليقود الجبهة مستلهمة التجربة الفيتنامية، من غير أن يكون لها الأثر الطويل وتراكم الخبرة والقدرة على الانتشار والائتلاف اللذين تتمتع به المجموعات الفيتنامية. كانت هذه المجموعة تتكون من بعض القياديين الذين انتخبوا في المؤتمر الأول لجبهة التحرير الإريترية الذي انعقد في منطقة قريبة من طوكر في نوفمبر تشرين الثاني 1971، وبعض الكادر الذي جاء من رحم المنظمات اليسارية الأوروبية. بدأ جرير إدريس في توسيع علاقاته مع الحزب الشيوعي اللبناني وممثلي الأحزاب الشيوعية العربية المقيمين في لبنان ومنظمات المقاومة الفلسطينية والمنظمات اليسارية العالمية الأخرى التي اتخذت من بيروت مقرا لها،
وممثلي حركات المعارضة المسلحة وغير المسلحة في البلاد العربية والخليج، وعمل مع الإريتريين وقدمهم إلى بعض هذه الحركات والمنظمات، لا سيما تلك التي كانت تتصف بالسرية. في صلته مع المنظمات اليسارية الرسمية كان ينطلق باسم الحزب الشيوعي السوداني، معتمدا على عضويته في الحزب، وأن الحزب ما زال يعلق جراحه في الداخل ويلملم صفوفه هناك، وأنه ليس بقادر على القيام بنسج صلات وثيقة مع الرفاق في الأحزاب الشقيقة والصديقة، وهو في حاجة إلى من يحشد له الدعم. كانت مبادرة طيبة منه حسنة النية، لكن الطريق إلى جهنم مفروش بالنوايا الحسنة. أقام في بيروت صلات واسعة مع الصحفيين والصحافة ودور النشر، ثم بدأ في جمع وثائق الحزب الشيوعي التي لديه والتي استطاع تجميعها من أماكن مختلفة، فنشر عن دار ابن خلدون كتاب الثورة والثورة المضادة في السودان، ووثائق اجتماع اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني، وكتاب آخر عن مذبح الدار الضيافة، وديوان شعر بعنوان فرسان الزخارف المشوهة. كان ذلك في يوليو تموز 1973. لقد حدث سوء فهم حينما نشر الكتابان المتعلقان بالحزب الشيوعي، ففي تلك الفترة جاء إلى بيروت المرحوم الأستاذ حسن الطاهر زروق عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني، وتقاسم مع إدريس السكن في شقته المتواضعة بمنطقة الحمراء القريبة من الجامعة الأمريكية. وقد فهم إدريس أنه مفوض من الحزب الشيوعي بإجراء اتصالات بقوى اليسار اللبناني والفلسطيني وحركات المقاومة واليسار من أي بلد كان المتواجدة في بيروت، ومنها إصدار النشرات والكتب وغيرها. إلا أن الأمر لم يكن كذلك، إذ كان صدور الكتابين إذانا بفصل إدريس عوض الكريم من الحزب الشيوعي وتبليغ الحزب الشيوعي اللبناني وعددا من قوى اليسار والفصائل اليسارية في المقاومة الفلسطينية أنه منتحل صفة ولا تربطه بالحزب رابطة تستحق ظروف علاقات الحزب الشيوعي باليسار العربي في مرحلة ما بعد حركة 19 يوليو 91 مباشرة، أي نظرة فاحصة، إذ كان اليسار العربي في بلاد الشام متأهبا لتقديم كل وسائل الدعم للشيوعيين السودانيين تحديدا، لكن الصلة مع الحزب كانت دونها معوقات كثيرة. كان إدريس المرحوم يسعى إلى تهريب نسخ من الكتاب إلى السودان، ذلك عن طريق جبهة التحرير الإريترية وبطرق مختلفة، ومن بين تلك الطرق أن يحمل حروي تدلبايرو نائب رئيس جبهة التحرير الإريترية حينئذ مجموعة كبيرة من نسخ الكتاب إلى عدن اليمن الديمقراطي آنذاك، وإرسالها بقوارب الجبهة الإريترية مع الأسلحة إلى الأراضي المحررة، ومن ثم إلى كسلا فيتصرف فيها الحزب الشيوعي كيفما شاء. إلا أن نشر الكتابين واجه عداء من قيادة الحزب الشيوعي بدعوى أن إدريس لم يخوله أحد ولم يكلفه أحد بذلك، فأحبطت كل المحاولات التي ذكرت لإرسالها إلى السودان، ووزعت بعض نسخ من الكتابين ومن ديوان الشعر في سوريا ولبنان. وبعد أن انقطعت صلة إدريس بالحزب الشيوعي السوداني، تفرق للعمل مع جبهة التحرير الإريترية في جهاز الإعلامي، فانضم إلى صفوف مكتب إعلام الجبهة الذي تأسس في منطقة كورنيش المزرعة في بيروت تحت إشراف يوهنس زرمريام الزازي والصحفي الإريتري والديسوس عمار الذي عمل في صحافة أديس أبابا وأجهزة الإعلام الإثيوبية قبل أن ينسلخ عنها وينضم إلى صفوف الثورة الإريترية. شهدت تلك الفترة تطورا في وسائل إعلام الثورة الإريترية كما ونوعا، وتركت أثرا ليس في المنطقة العربية فحسب بل في أنحاء مختلفة من العالم المهتم بالقضية الإريترية التي أصبحت رقما لا يمكن إنكاره في أواخر سبعينيات القرن الماضي وفي فترة الثمانينيات. كان إدريس عوض الكريم لولب ذلك المكتب، فهو لا يكل ولا يمل من الكتابة، ولا تفتر له همة من القراءة والبحث والتدقيق باللغتين العربية والإنجليزية التي برى قوسهما وملك ناصيتهما.
كان في بعض الأحايين لا يبرح المكتب لأيام عديدة وهو ينكب على الأوراق قارئا أو كاتبا. وكنت حينما أعلم، كما يقول الأستاذ عمر جعفر الثوري، كنت حينما أعلم بذلك وأنا في زيارة للعاصمة اللبنانية أذهب إليه في مكتبه وأحثه على الخروج معي إلى مقاهي الروشة ومطاعمها ليتنفس بعض الهواء العليل. كنت أجد عنة شديدا حتى أجعله يدخل المصعد لنهبط سويا من الطابق الخامس إلى مدخل المبنى ثم إلى الشارع. كان يتحجج أحيانا بانقطاع الكهرباء ومن ثم صعوبة النزول والصعود مرة أخرى، غير أن تلك الحيلة ما كانت تنفعه كثيرا، إذ سرعان ما يعمد سكان المبنى إلى تشغيل المولد الكهربائي فيعود المصعد إلى العمل مرة أخرى. في ثمانينيات القرن الماضي اشتد أوار المعارك بين الأطراف المتناحرة في الحرب اللبنانية، فكان إدريس يجد مسوغا للبقاء في بين جدران المكتب أو الشقة السكنية في الطابق الأعلى. ثم دعته الحاجة إلى زيارة دمشق في رحلة عمل، لكن الطرق تقطعت به، إذ غزا الجيش الإسرائيلي لبنان واحتل بيروت، فبقي في سوريا فترة من الزمن لتتناهى إلى أسماعه أن زوجته الإريترية وابنته منار لقيا مصرعهما أثناء اجتياح إسرائيل لمناطق في بيروت بينها شارع الحمراء. كانت أياما عصيبة اقترب فيها من الانهيار الجسدي والنفسي، لكن عمل الإريتريون وأصدقاء آخرون لتحري حقيقة الخبر، فتأكدوا بعد أسبوع أنهما أي زوجته وابنته سالمتان وفي مكان آمن. ومن خلال جهود مكثفة مع نافذين جرى اصطحابهما إلى دمشق، ثم عاد مجددا، أي عادوا جميعا إلى بيروت بعد أن عادت الأمور إلى نصابها هناك. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. بعد انتصار الثورة الإريترية غادر إدريس عوض الكريم رحمه الله إلى العاصمة الإريترية أسمرا ليبدأ مشواره في أجهزة إعلام الدولة الإريترية الوليدة بالعربية، ثم رأس تحرير النسخة الإنجليزية من الجريدة الرسمية Eritrean Profile. مكث زمنا طويلا هناك، لا يهدأ أبدا ولا يتوقف عن الحديث الممتع المتدفق، ولا يكل من القراءة والكتابة. التقيته في أسمرا أثناء زيارات المتقطعة النادرة. كان هو ذاته في كل الأحوال التي التقيته فيها، لا يتأفف ولا يضجر، ولكنه لا يكف عن الشكوى، بدءا من كسل حارس المبنى إلى عنوان الكتاب، مرورا بجهل السائقين وتدخين رجل المرور أثناء تأدية واجبه، وهلم جرا. هو كما قال المتنبي: وحالات الزمان عليك شتى وحالك واحد في كل حال. كان طاقة لا تفتر، ينتقل من رواية الحكايات إلى الشعر المقفى وبعض الحديث والشعر الإنجليزي مع ترجمة فورية بديعة، إلى إنشاد الدوبيت وشعر الهبانة، ثم يروي حكاياتهم. ترك إريتريا بعد رضح من الزمن إلى السودان، ثم رحل إلى الأبدية في 28 من فبراير شباط 2020. كانت اللوحة الوحيدة المعلقة في شقته الصغيرة ببيروت، رسما جميلا لبيتي المتنبي الذي حفظ غالب شعره إن لم يكن كله. يقول البيتان: إلف هذا الهواء أوقع في النفس، إن الحمام مر المذاق، والأسى قبل فرقة الروح عجز، والأسى لا يكون بعد الفراق. كان يخشى أن يستكين إلى هواء لبنان العليل فيركن إلى رغد العيش، لكنه بقي هناك زمنا ممتدا بين دوي القنابل وزخات الرصاص وانفجار السيارات المفخخة وجثث ضحايا القناصة على حدود المعابر بين بيروت الشرقية وبيروت الغربية، والخوف من المجهول في ساعات الصمت القاتل. حمل إدريس الحرب الأهلية اللبنانية بين أضلعه بصبر جميل وداعا يا صديق العمر. عمر جعفر الثوري. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. أيها الإخوة المشاهدون، في الذكرى الثالثة لرحيل أستاذنا وحبيبنا الشاعر الإعلامي المناضل الكاتب إدريس عوض الكريم، قدمنا لكم مقالة كتبها الأستاذ عمر
جعفر الثوري تحت عنوان عفو الخاطر إدريس عوض الكريم يفرق حبر دواته ويرحل. رحم الله الشاعر إدريس عوض الكريم رحمة واسعة، ونسأل الله أن يسكنه فسيح جناته. كنت معكم سيداتي سادتي عبر إذاعة إرينا الدولية في باريس، وحلقة في برنامجها الأسبوعي متابعات، أحمد شريف. تحياتي والزميل فتحي عثمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. المستمعات الكريمات والمستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم مجددا. وقبل ختام فقرات برنامجنا أقدم لكم موجزا سريعا لأهم ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. وزير الخارجية الروسي يبحث في إريتريا ديناميكية الحرب الأوكرانية. في زيارة غير المعلنة لوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى إريتريا يوم الخميس الماضي، قال وزير الإعلام يماني جبرمسقل في تغريدة له على تويتر أن المباحثات ركزت على دينامية الحرب في أوكرانيا وتعزيز العلاقات الثنائية في قطاعات الطاقة والتعدين وتكنولوجيا المعلومات والتعليم والصحة. وكان الوزير الروسي الزائر قد التقى بالرئيس سياس أفورقي في نفس الزيارة. أولياء أمور الجنود الصوماليين العائدين من إريتريا يلتقون برئيس بلادهم. التقى يوم الجمعة الماضي في القصر الرئاسي في مقديشو أولياء أمور الجنود الصوماليين العائدين من إريتريا بالرئيس حسن شيخ محمود. وافادت الأنباء أن اللقاء تناول أوضاع الجنود الصوماليين بعد العودة من إريتريا بعد قضاء فترة التدريب وتدخل الرئيس لإعادتهم إلى البلاد. وقال الرئيس شيخ محمود بأن الجنود سيتم توزيعهم فورا في الوحدات العسكرية للجيش الصومالي، وأن الذين انتهت مدة خدمتهم سيحالون إلى المعاش. انطلاق منتدى مومباسا للتعاون الأمني لقادة شرطة دول الإيجاد. انطلق في مدينة مومباسا الكينية صباح الاثنين المنتدى الإقليمي المشترك لقيادات الشرطة لدول الإيجاد، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق الإقليمي بين جهات إنفاذ القانون بحضور لجنة السفراء التابعة للإيجاد والسكرتير التنفيذي للإيجاد الدكتور ورقيني جابيو. كان هذا مستمعاتي الكريمات ومستمعي الكرام موجزا سريعا لأهم ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، وبه نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية فقرات برنامجنا. قبل الختام وكالعادة أذكركم دوما بأنكم يمكنكم الكتابة إلينا والتواصل معنا على البريد الإلكتروني arabicarena@gmail.com. حتى الملتقى بكم مجددا مستمعاتي الكريمات ومستمعي الكرام في حلقة جديدة من برنامج متابعة الأسبوعي والبرامج الأخرى لإذاعة إرينا. تقبلوا تحياتي زميلي أحمد شريف، وتقبلوا تحياتي محدثكم فتح عثمان، وتقبلوا كذلك تحيات زملائي في الاستوديوهات الرئيسية للإذاعة في باريس، ودمتم في رعاية الله وحفظه وأمانه. هذه إذاعة إرينا.